يا شعب اليوتيوب العظيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم وائل صلاح الدين القاطن بولاية إنديانا الأمريكية، يحييكم ويتمنى لكم اليوم مشاهدة ممتعة. النهاردة إن شاء الله عايزين نجاوب على السؤال الأشهر، السؤال اللي دايما بيسأله أي شخص بيخطط يجي لأمريكا، والسؤال ده هو: إيه أحسن ولاية في أمريكا ينفع أجي وأعيش فيها؟ والحقيقة السؤال ده لما أي حد هنا عايش في أمريكا بيتسأله بتكون الإجابة دايما حاجة من الاتنين: اما انه صاحبنا هينصحك حصرا بالولايه والمدينه اللي هو عايش فيها، انطلاقا طبعا من ان اختياراته لازم تكون صح. يعني في شخص كده مثلا بيبقى شايف ان عربيته احسن عربيه في السوق طالما هو اختارها، حتى ولو لبس بعد كده البس معاه مش مشكله. ولو سكن في مكان سيء هيقول عليه كويس، لانه ما ينفعش يطلع نفسه غلطان قدام الناس، ودي طبعا يعني مكابره وعدم امانه للاسف. في نوعيه تانية ممكن تقع معاها، يرد عليك باستهجان واستنكار: وانت ازاي تسأل السؤال ده وانت مش عارف ان كل واحد ليه ظروفه، واللي ينفعني ممكن ما ينفعكش. مش صح انك تسأل السؤال ده اصلا. بتقع مع ناس زي كده كتير، مش كده؟ ومع ذلك انا شايف انه سؤال مشروع جدا، بس للاسف بيتسأل غلط. يعني بدل ما نقول ايه افضل ولاية في امريكا، خلينا نقول ايه افضل الولايات او المدن اللي ممكن نعيش فيها جوه امريكا. وده لانه يا اخوانا امريكا كبيرة جدا، ومشكلتنا احنا يا عرب اننا دايما بنقول عليها امريكا بس، وده بيدينا الاحساس الدائم ان امريكا دي يعني كانها حاجه واحده او دوله واحده زي دولنا العربيه. انما احنا لو بنعمل زي الامريكان كده وبنقول عليها ذا ستيتس او يو اس اختصارا للولايات المتحده، هنفتكر دايما ان امريكا دي هي اتحاد 50 دوله في بعض، ولا يمكن ابدا اختزال الاحسن او الاسوأ فيها في ولايه واحده او اتنين. ورجوعا للسؤال بتاعنا اللي هو ايه احسن ولايه في امريكا، خلينا اقول انه سؤال ده مش ملح فقط على اللي بره امريكا، لا ده كمان ملح على الناس اللي عايشين جوه امريكا، وانا واحد منهم. وده لانه بمجرد ما بتيجي امريكا هنا وبتستقر بشكل رسمي، بتلاقي ان امريكا كلها متاحه ليك. يعني مفيش قانون بيمنعك انك تنتقل من مكان لمكان، او قانون بيلزمك انك تفضل في مكان بعينه. وعلى قد ما ده شيء جميل، الا انه للاسف بيخلق دايما عندك الهاجس انه ممكن تكون فايتك حاجه، وبيخلي عندك الاحساس انه ممكن المكان اللي انت عايش فيه ده مش افضل مكان ممكن تعيش فيه جوه الولايه، او ان الولايه نفسها برمتها كده مش احسن ولايه ممكن تعيش فيها، وان في ولايات تانية احسن. وانا شخصيا طول الست سنين اللي فاتوا دول يعني ما كنتش شايف ان انديانا افضل مكان ممكن اعيش فيه، ولذلك كنت دايما بدور على الافضل من وجهة نظري، وده اللي خلاني متابع نهم لمحتوى مزايا وعيوب الولايات والمدن الامريكيه اللي منتشر على اليوتيوب. يعني انا صحيح ما عشتش الا في ولايه واحده من ساعه لما جيت، الا انه المعلومات اللي قدرت احصلها من الفيديوهات دي اعتقد ان شاء الله بنسبه كبيره انها هتساعدني اعمل لكم بيها حلقه كويسه. طبعا مش محتاج اقول لكم ان الفيديوهات دي اللي انا اتفرجت عليها فيديوهات بتعتمد اساسا على الاحصاءات والحقائق الرقميه المتوفره بشكل كبير من قبل الحكومه الامريكيه وبشكل معلن. يعني ان شاء الله هتكون معلومات صحيحه ومتاحه، وتقدروا تراجعوا ورانا فيها زي ما انتم عاوزين. طيب، هنعمل ايه في الحلقه دي؟ اللي هنعمله ان احنا هنجاوب على السؤال، وهنخلي الاجابه دي تصلح كدليل او كمرشد ليك يعرفك ايه افضل ولايات امريكا حاليا، وهننظم الدليل ده كده في شكل قواعد، وهيبقى معيار حكمنا بالافضليه على الولايات انها تكون اقتصادها قوي ومناسبه للمهاجر العربي والمسلم. ورغم اني قلت ان السؤال ده ملح على اللي عايشين بره امريكا وجوه امريكا على حد سواء، الا ان الحلقه دي ان شاء الله هتكون موجهه للمهاجر اللي بيخطط يجي هنا جديد، وده طبعا انطلاقا من ان الغريب اعمى ولو كان بصير، واللي جوه امريكا وقضى فيها فتره يعني بيقدر يدبر اموره بنفسه ويقرر بنفسه هو عايز ايه. يعني خلاص كده احنا اتفقنا، اتس كلير. بسم الله نبدا الاجابه. القاعده الاولى، واللي بميل دايما بتسميتها بالقاعده الذهبيه، واللي هي ان افضل ولايه للوافد الجديد هي الولايه اللي ليك فيها حد معرفه يستقبلك ويسهل عليك امورك في ايامك الاولى. وزي ما قلت في فيديو سابق ان ده حصل لي انا شخصيا، ومش شايف بصراحه اي داعي ان انا اغلط القاعده دي في حاجه.
بس زي ما قلنا قبل كده ان الشرط في القاعده دي حاجتين: ان اللي هيستقبلك يكون معرفه بجد، يعني قريب او صديق، ويكون مستعد فعلا انه يساعدك، مش مجرد وعود او كلام الليل مدهون بالزبده يطلع عليه النهار يسيح. فاهمين؟ والحاجه التانيه انه الشخص اللي قادم جديد ما يرميش تقله قوي على الشخص اللي هيساعده، وبالذات في الامور الماليه، ويحاول يخفف اعبائه قدر المستطاع. يعني باختصار كده رفقا، وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف اللي رواه الامام مسلم: ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه، ولا ينزع من شيء الا شانه. طيب لو فرضنا ان الشخص اللي جاي جديد ده ما يعرفش حد، ومالوش لا قريب ولا حبيب ولا صديق، يعمل ايه؟ مفيش حل انه يتصرف لوحده؟ دول 50 ولايه ناس بحالهم، يعمل ايه ويختار ازاي؟ ده بقى ياخدنا للقاعدة الثانية، والقاعدة الثانية بتقول إنه ليس كل ولايات أمريكا تصلح للمهاجر العربي الجديد، بل إنه ليس كل الولايات الأمريكية أصلا تصلح للحياة عموما. يعني إيه يا عم الكلام ده؟ شوفوا، في ولايات أنت مش محتاج تضيع وقتك في إنك تفكر فيهم أو تدرسهم، وكل المطلوب منك إنك تعرفهم اسما، عشان كده إيه نطلعهم ونفلترهم من باقي الولايات، فيتبقى لنا عدد ولايات أقل تسهل علينا عملية الاختيار. يعني مثلا عندك ولايات معروفة بالفقر، أو خلينا نقول سوء الأحوال الاقتصادية. سامعك اللي بتقول لي إيه ده، هي أمريكا فيها فعلا ولايات فقيرة؟ أنت بتبالغ أكيد. لا والله يا فندم، في أمريكا فيها ولايات فقيرة، ويمكن ولايات فقرها يعادل فقر دول أفريقية كتير. بس تقدر تقول كده هي مسطورة وسط زحمة الاتحاد الفيدرالي اللي بيربط ولايات أمريكا كلها، فالمليان إيه بيكب على الفاضي. خليني اقول لك انها ولايات فقرها فرض عليها تتفوق وتتصدر في احصاءات غريبه، زي مثلا اعلى نسبه وفاه من الجرعات الزايده في المخدرات، الاوفر دوز. يعني انت متخيل؟ ولايات فقرها بيخليها ما بتقدرش تسد عجز الموازنه بتاعتها، ودايما بتطلب المساعده من الحكومه الفيدراليه لسد العجز. يعني انا مثلا لا يمكن هنصحك بانك تيجي اول مره على ولايات مثلا زي ميسيسيبي، لويزيانا، نيو مكسيكو، اركنسا، ويست فيرجينيا، كنتاكي، اوكلاهوما، الاباما، ساوث كارولاينا، تينيسي. تاني انا بتكلم عن مهاجر جديد ملوش حد هنا، وعايز يعتمد على نفسه ويختار ولايه ينزل عليها. يعني عشان ما حدش يجي يقول لي في التعليقات انا اعرف عرب عايشين في الولايات اللي انت بتقول عليها دي. بس عشان نبقى متفقين، انا بوضح انا بقصد مين بكلامي. وعايزك تاخد بالك ايها المهاجر العربي الجديد ان الولايات اللي اقتصادها سيء دي هتكون فخ ليك، فاحذر. وده ياخدنا للقاعده الثالثه، وهي: ابعد عن كل ما هو رخيص في امريكا. طبعا سامع اللي معترض دلوقتي وبيقول ايه يا عم ده، ازاي ما اختارش يعني اماكن رخيصه اعيش فيها واوفر على نفسي التكاليف؟ هرد عليك واقول لك انه في فرق كبير هنا ما بين كلمه رخيص وكلمه ملائم، يعني ما بين كلمه تشيب وكلمه افوردبل. لانك هتلاقي في الولايات اللي انا قلت لك عليها دي تكلفه المعيشه فيها منخفضه، والسكن فيها رخيص جدا. فيعني ممكن تزعزع في دماغك وتقول ايه هوفر لما اعيش هناك. فاللي انا عايزك تعرفه وتاخد بالك منه ان الرخص ده نابع من انخفاض الطلب مش اكتر. يعني دي ولايات محدش بينقل العيش فيها عشان ما فيهاش شغل، واهلها نفسهم بيهربوا منها، فطبيعي تلاقي السكن رخيص. فخلينا نبقى عارفين ان في امريكا في حاجات كده ايه بتيجي باكج مع بعضها. يعني مكان رخيص يبقى هتلاقيه مكان غير امن، نسبة الجريمة فيه مرتفعة، بنيته التحتية منهارة، ومدارسه مستواها سيء. وعلى العكس بقى مكان غالي يعني امان، يعني بنيته التحتيه ممتازه، يعني يصلح للعائله، ومدارسه مستواها عالي. يعني خليني اقول لكم ان انا طول الست سنين اللي انا عشتهم هنا في امريكا بلاقي النمط ده دايما بيتكرر. يعني على الاقل في المنطقه اللي انا ساكن فيها ما فيهاش وسط، يا غالي ونضيف يا رخيص وسيء. يعني الله اعلم يمكن في ولايات تانية ممكن غير انديانا يكون الوضع مختلف، ولكن يعني انا ده اللي انا شايفه حاليا يعني. نيجي بقى للقاعدة الرابعة، وهي إنه في ولايات مش صديقة للمهاجر العربي ولازم تطلعها من حساباتك أيها المهاجر العربي الجديد. ودي ولايات ماشي حالها اقتصاديا، لكن معروفة تاريخيا إنه ما فيهاش تنوع،
وما فيهاش بنية تحتية مناسبة لمهاجر عربي أو مسلم، متمثلة في وجود مساجد أو كنائس خاصة بالطوائف المسيحية العربية، ومدارس إسلامية ومطاعم حلال ومحلات مواد غذائية عربية وغيره. الولايات دي مثلا زي نبراسكا، زي ايوا، زي كانسا او كانساس وساوث داكوتا وفيرمونت ونيو هامشير ومين وايداهو ومونتانا ووايومنج. زي ما انت شايف اسماء يعني مش من انت معتاد انك تسمع عن عرب موجودين فيها. فمن وجهة نظري دي ولايات تصلح انك تنتقل ليها لو جالك فرصة شغل فيها هنا بعد ما تكون جيت واستقريت جوه امريكا، لكن مش هتكون مناسبة ليك خالص انك تنزل عليها هنا في البداية. وزي ما اكدنا اكتر من مرة، لو انت نازل وملاكش حد فيها، طبعا الغي كل الكلام ده. لو ليك حد فيها هيستقبلك، هتنطبق القاعدة الذهبية الاولى اللي احنا استخدمناها. شفت الموضوع سهل ازاي ايها المهاجر العربي الجديد؟ اهو الدليل بتاعنا طير لك 20 ولايه من ال 50، فكده اتبقى لنا كام؟ 30 ولايه، وان شاء الله لسه هنغربل فيهم ونطلع لك بالخلاصه. دلوقتي احنا خلصنا من الولايات التي لا تصلح للمهاجر الجديد، نخش بقى على الولايات التي تصلح للمهاجر العربي الجديد. ودي بقى يا سيدي هنقسمها ايه لنوعين: ولايات قديمه معروفه بالتنوع ونسب الهجره العاليه، وولايات جديده كده حصان اسود بدات تظهر على الساحه بشكل جديد ما كانش ليها تاريخ في استقبال المهاجرين قبل كده. النوع الاول هي الولايات المعروفه بتاريخها الكبير في استقبال المهاجرين واحتوائهم اللي احنا قلنا عليهم. هي الولايات او المدن اللي دايما تيجي في بالك بمجرد ما يذكر اسم امريكا. ولايات مثلا زي ولايه نيويورك، ولايه نيوجيرسي، مدينه شيكاغو في ولايه إلينوي، ديترويت في ولايه ميشيغان، كاليفورنيا، واشنطن دي سي. دي ولايات او مدن بتستقبل مهاجرين من زمن الزمن، ودايما بتيجي في دماغ المهاجر الجديد انه يهاجر ليها، يعني دايما بتيجي في دماغه كاول اختيار. وبصراحه هو هيكون عنده حق، لان دي اماكن اقتصادها قوي، فيها فرص عمل متوفره. يعني باستثناء ديترويت ميشيغان اقتصادها مش في احسن حالاته، ولكن البيزنس العربي قوي قوي هناك. هيلاقي فيها جاليات عربيه من كافه الجنسيات موجوده وبكثره، يقدر ينزل ويوجد لنفسه مكان وسط جاليته، على اساس يعني تجنب حاجز اللغه في البدايات. يعني في ناس ممكن تنزل تلاقي احياء بحالها فيها ناس من نفس بلده، او على الاقل يعني ايه كلها عرب. بعض المدن او الولايات دي فيها شبكه مواصلات قويه كمان تغنيك ولو بشكل مؤقت انك تملك سياره في ايامك الاولى، زي نيويورك، نيويورك سيتي وشيكاغو. كمان سكان الولايات الامريكان نفسهم اللي عايشين هناك معتادين على التعامل مع مهاجرين، وعندهم قدر كافي من الانفتاح ناحيه الاجانب. برضو الصورة الذهنية اللي انت كونتها عن امريكا من ناطحات السحاب والشوارع الكبيرة والمحلات هتلاقيها متجلية جدا في المدن الكبيرة اللي موجودة في الولايات دي. لكن ايها المهاجر العربي الجديد، الاماكن دي ايضا فيها عيوب كتيرة، اهمها اول حاجة انها ولايات ومدن غالية، تكلفة المعيشة فيها مرتفعة بسبب الطلب العالي على السكن والايجار. وفي الاغلب الولايات دي بتبقى معروفه بضرائبها العاليه، وده بيزود كمان تكلفه المعيشه. تاني حاجه الزحام الشديد وانخفاض جوده الحياه بشكل عام، لان في الغالب المدن الكبرى دي من الولايات يعني القديمه ومدنها قديمه، فبنيتها التحتيه اخذها في التاكل، فاعمل حسابك ان انت ممكن تاجر مكان بقاله 100 سنه او اكتر يعني. وده هنا ياخدنا للقاعدة الخامسة، واللي هتكون في صورة نصيحة ليك أيها المهاجر العربي الجديد، أنه ما لم تكن أعزب وما لم يكن لك قريب هناك، فبلاش تستعجل بأنك تختار الولايات دي في كأول مكان ليك تنزل فيه أمريكا. وخليك مركز في القائمة اللي جاية، لأن هي دي بيت القصيد. ودي الولايات اللي ابتدت تفرض نفسها على الساحة في خلال ال 10 15 سنة الأخيرة، بسبب اللي بتوفره من فرص عمل وجودة حياة أفضل من المدن الكبرى. الولايات دي بقى زي إيه؟ تكساس، نورث كارولاينا، أوهايو، إنديانا الولاية اللي أنا عايش فيها، جورجيا، ويسكونسن، فلوريدا بتحفظ لانها تشبعت بسرعه بعد فتره الكورونا، والاسعار عليت فيها جدا بسبب هجمات الهجره الداخليه، سببت ارتفاع الايجارات واسعار البيوت بشكل كبير هناك. الى جانب برضو انه المرتبات مش عاليه قوي، بس خلينا نحط
فلوريدا، في عندنا كمان كولورادو بتحفظ لانها تكلفه معيشتها مرتفعه، وفي عندنا مينيسوتا. دي الولايات اللي اصبحت وجهات للمهاجرين العرب في العشرين سنه الاخيره بشكل كبير. اقتصادها تطور وتنوع ما بين القطاعات الطبيه والمصرفيه ومجالات الاي تي والبرمجه، يعني الى جانب كمان نشاطهم الزراعي. الحياه في الولايات دي اهدى من الحياه في المدن، في الولايات الكبيره اللي اتكلمنا عنها ومدنها الكبرى. جوده الحياه فيها اعلى بكتير، الى جانب ان اغلب الولايات دي مستوى المعيشه فيها معقول، واقل من مستوى المعيشه في الولايات اللي فيها المدن الكبرى اللي اتكلمنا عليها من شويه. خلينا نقول كمان ان الولايات دي عشان الهجرات بدات تزيد فيها، فابتدى يبقى فيها توسع عمراني، فالتوسع ده طبعا خلاها احدث من المدن الكبرى، وخلى بنيتها التحتيه اكثر شبابا عن البنيه التحتيه مثلا لبلد زي نيويورك او نيوجيرسي، وخلى البيوت فيها اعمارها اقل بكتير. لكن الاكيد ان الولايات دي كسائر الاشياء لها عيوب. يعني مثلا اول عيب عندنا انه الحياه فيها ممله واكثر رتابه عن المدن الكبرى اللي احنا اتكلمنا عليها. ثانيا، الجاليات العربيه والمسلمه برغم نموها الا انها لا زالت اصغر حجما وتاثيرا من الجاليات في المدن الكبرى. ثالثا، السكان في بعض الولايات دي لسه عينهم ما اعتادتش على رؤيه المهاجرين والاجانب زي سكان الولايات والمدن الكبرى اللي اتكلمنا عليها، يعني فالاختلاط بيكون صعب شويه. لكن رغم كل ده، انا بقول لك ايها المهاجر العربي الجديد ان دي ولايات اللي عليها العين بقالها كام سنه، فاختصر على نفسك الوقت وفكر فيهم وادرسهم من كل الجوانب. ليه؟ لان الولايات دي مش حلوه من بابها طبعا، فيها مدن معروفه انها المدن الجاذبه للسكان والعمل، وهتلاقي فيها مدن فيها فقر ومعدل جريمه مرتفع. خد عندك مثلا نورث كارولاينا، هتلاقي الناس بتسكن في منطقتي رالي وشارلوت. في اوهايو هتلاقي الناس بتسكن في سنسناتي. في تكساس هتلاقي الناس بتسكن في هيوستن ودالاس واوستن وسان انطونيو. في انديانا هتلاقي الناس بتسكن في منطقه انديانابوليس الكبرى وفورت وين، والباقي شكرا، وهكذا. طيب، انت لسه محتار وسامعك دلوقتي بتقول لي يا عم انت عامل لي تقول لي وفرت عليك التفكير وانت سايبني في 9 ولايات بحالهم. طب انا هختار منهم على اساس ايه؟ هنا بقى تفضيلاتك الشخصيه هي اللي هتحكم وهي اللي هتكون الفيصل. يعني مثلا تفضيلك للبرد او للحر هيقرر هتعيش فين. يعني لو بتكره البرد هتفكر مثلا في ولايه زي جورجيا، تكساس وفلوريدا ونورث كارولاينا. ولو بتكره الحر هتطنش اللي انا قلتهم دول وهتفكر مثلا في اوهايو وانديانا ومينيسوتا. كمان من ضمن المحددات نشاطك المهني والدراسي، دول هيحددوا بشكل كبير انت هتحب تعيش فين. يعني لو انت متخصص مثلا في قطاع البترول، ساعتها هيوستن تكساس هتكون احسن ليك. لو متخصص في البنوك والنشاط المالي، نورث كارولاينا هتكون افضل ليك عشان فيها المقرات الرئيسيه لاغلب البنوك الكبيره. ولو انت بقى نشاطك في اللوجيستكس والسبلاي تشين، فانديانا واوهايو هيكونوا افضل ليك. ولو نشاطك السياحه وبتحب تستثمر فيها، فهتكون فلوريدا افضل ليك، وهكذا. كمان ميولك السياسيه هتحكم. يعني لو افترضنا ان ليك ميول سياسيه هنا في امريكا، يعني لو انت بتميل للحزب الجمهوري فهتختار تعيش في الولايات الحمراء زي تكساس او انديانا. ولو ميولك ديمقراطيه ممكن تختار مينيسوتا، وهكذا. في النهايه برضو علشان ما بقاش سبتك ايها المهاجر العربي الجديد تايه في الزحمه، هختصر لك قائمه ال9 الى 5 ولايات بس. يعني هنقول ان احنا هناخد مدينه واحده كبرى في القائمه وهي شيكاغو الينوي، لانها في رايي انا الشخصي النسخه الانظف والاكبر والارخص من نيويورك. ورغم انها ثالث اكبر مدينه في امريكا من حيث تعداد السكان، الا انها لا زالت مناسبه للعائلات بشكل كبير. ونضيف عليها بقى ايه ولايه تكساس ونورث كارولاينا وانديانا واوهايو. يبقى كده القائمه النهائيه اللي عندنا اللي هي قائمه ال5، انا مش بخمس في وشك ولا حاجه، بس هم 5 ولايات: شيكاغو، تكساس، نورث كارولاينا، انديانا، اوهايو. ادي كده ايه معانا 5 ولايات. هم دول اللي انا شايفهم ان انت ممكن تختصر فيهم الوقت وتركز عليهم وتدرسهم. فدي بالنسبه لي الاجابه المناسبه للسؤال الاذلي: ايه افضل ولايه في امريكا؟
وخليك فاكر ان القائمه دي قابله للتغيير، والتغيير ده بيحصل حسب الاداء الاقتصادي لكل ولايه. يعني وارد جدا ان اي ولايه من دول تتراجع اقتصاديا وتنفر الناس منها اكثر ما تجذبهم ليها، فتخرج بره القائمه. في النهايه دي وجهه نظري انا الشخصيه البحته والمحضه، فارجوك لو وجدت فيها ما لا يسرك ما تعتبرنيش بقول ان ده تصنيف رسمي للولايات واللي بقوله هو الصح، لا. الافضل انك تكتب في التعليقات رايك ونستفيد من بعض. ولو شايف انه في ولايه مناسبه اكثر للعرب والمسلمين انا ما ذكرتهاش في الحلقه، يا ريت برضو ايه تقول لنا في التعليقات. في النهايه اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، وكالعاده لا تنسونا من صالح دعائكم، وايضا لا تنسونا من لايك وشير وسبسكرايب اذا وجدتم ان المحتوى يستحق. مش لاقي كلام اقوله اكتر من كده، فخلينا نختم ونقول سلام عليكم